حالة عصامية، اهتمت بنفسها، والده اهتم فيه كي يصل إلى هذه المرحلة الجميلة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. الحمد لله. حبيبي، متى بدأت بحفظ القرآن شيخ محمد؟ بدأت بحفظ القرآن عندما كان عمري 6 سنوات. بدأت بحفظ القرآن؟ بدأت بحفظ القرآن. ما شاء الله. متى انتهيت؟ انتهيت عندما كان عمري 7 سنين ونصف. ما 7 شاء الله. سنوات ونصف. يعني تقريبا في سنة ونصف حفظت في القرآن سنة الكريم. ونصف. طيب مع من حفظت القرآن؟ كيف حفظت القرآن؟ حفظت القرآن يعني بالسماع من الراديو. نعم. من الراديو حفظت القرآن على صوت الشيخ عبد الرحمن الحذيفي. ما شاء الله. وساعدني أيضا أبي تعليمي لأحكام يعني التجويد. كنت تسمع ثم يعني تعرض حفظك على هو والدك. علمني يعني أحكام التجويد ما شاء الله. والقواعد ما شاء الله. كم كنت تحفظ تقريبا في اليوم شيخ محمد؟ في اليوم بالنسبة لليوم العادي في الدراسة صفحتين. نعم. صفحتين من الكتاب. بينما في أوقات العطلة أو في يوم الأحد. نعم. يوم الإجازة الأسبوعية يعني 3 صفحات 4. يوم من الأيام وصلت 6 صفحات. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. كم تراجع في اليوم بعد ما حفظت؟ اليوم بالنسبة للأيام العادية جزء أو نعم. جزء ونصف. نعم. وفي أوقات العطلة الصيفية أو ما بين الثلاثيات. نعم. أنا براجع إلى 5 أجزاء. نعم. 4 أجزاء وهكذا. ركزوا معاي شنو قال محمد الأمين الله يحفظه. يحفظ في اليوم وجهين ويراجع جزئين، لو في العطل يراجع 5 أجزاء تبارك الرحمن. هكذا هو تعاهد القرآن يا حافظ القرآن. اقرأ تدبر في خشوع، شوقا تفيض به الدموع، ينسب سحرا بالضلوع، بالنور في كل اتجاه. مع الجدول المزدحم في الدراسة وحفظ القرآن ومراجعة القرآن بشكل يومي، وأيضا الشيخ محمد يحفظ المتون العلمية، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن يلعب كرة القدم ويمارس هواياته بشكل طبيعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. شيخ محمد، كل هذا اللي أنت قاعد تقوله الآن، تحفظ متون ما شاء الله، تركز في القراءات، في الحديث، في الفقه، في العقيدة، يعني هذا الشيء ما يأخذ من وقتك؟ يعني أنت الآن صغير سن، تبي تلعب، تبي تطلع، عندك هوايات، ما يأخذ من وقتك هذا الشيء؟ لا، ما نحرم من اللعب. إذا حفظنا القرآن ما نحرم من اللعب. كيف؟ يعني في وقت مخصص للقرآن. نعم. ولحفظه والمتون وكذا، وفي وقت آخر للعب وممارسة الهواية. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور، برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. خلصنا من السهل والأسئلة السهلة في القرآن، الحين نبدأ في الصعب والتحدي. جاهز؟ طلع المصحف بس. أول سؤال: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟ أي سورة؟ سورة سيدنا إبراهيم. نعم صح. الآية رقم 19. ما شاء الله تبارك الرحمن. آية رقم 19. رقم الصفحة 258. ما شاء الله تبارك الرحمن. الآية اللي قبلها إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم ما شاء الله أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه ما شاء الله. الموت. سألته في السؤال يجاوب الآيات اللي قبلها. لو أسأله يعني طيب يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، أي سطر؟ السطر رقم 11. معد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. نعم ما شاء الله في السطر ال11. تبارك الرحمن. غلبتني بس باقي كم سؤال. نسأل بعد سؤال يا شيخ. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أي سورة؟ في سورة المائدة. نعم. في الآية رقم 96. آية رقم 96. ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد 4 أوجه. أي. يعني 1 2 3 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. طيب الآية اللي قبلها قال عيسى ابن مريم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. خلاص يا شيخ محمد غلبتني تبارك الرحمن. الله يحفظك يا رب إن شاء الله. الله ما أسعد الحفاظ. غلبتك 4-0. ما أسعد الحفاظ. ما أسعد الحفاظ. ما أسعد الحفاظ في الأزمان. هل أصبحت حياتكم جميلة الحياة القرآنية في البيت؟ أكيد. هل شعرت ببركة القرآن في بيتكم؟ الحمد لله رب العالمين. وهو البيت الذي لا يدخله القرآن كالبيت الخرب. الله. وإحنا بيتنا متنور بالقرآن، وإحنا سعداء جدا وشرفنا جدا أن نكون من أهل القرآن. إن شاء الله ربي يكرمنا من أهل القرآن.